جارتي البدوية قالت لي حطي الخل على الملح وارتاحي من أكبر مشكلة كانت بتواجهك طول الشتاء. وعمري في حياتي ما كنت أتخيل إن شوية ملح بالشكل ده وكمان معلقة واحدة من الخل كانت ممكن تعمل فيا ده كله. أنا لفيت على دكاترة كتير جدا الفترة دي، وكمان جبت أدوية من الصيدلية كده، كل ما حد يقول لي على حاجة أروح أجيبها، لغاية بقى ما قابلتني جارتي البدوية ولقتني جايبة أدوية كتيرة جدا ب 300 جنيه. قالت لي ده الحل مش في الأدوية ولا في اللف على الدكاترة، الحل إن أنت تجيبي شوية ملح وتحط عليهم شوية خل. تعالي بقى أقولك على الطريقة، بس أتمنى إن هي لو عجبتكم بقى ما تبخلوش علينا بلايكاتكم الحلوة، وكمان بقى يشرفني ويسعدني إنكم تشتركوا معايا في قناتي وصفة وطبخة مع لولا. للأسف الشديد إن إحنا بقينا اي مشكلة بتقابلنا على طول على الصيدلية ونسحب ادوية ملهاش نهاية، وعلاج بيجي في علاج في علاج، فلانة تقولك هاتي كذا وفلانة تقولك لا جيبي كذا، والتنيكي ورا العلاج وتلاقي نفسك صرفت فلوس كتير جدا ومشكلتك لسه زي ما هي. طب ليه ما نلجأش للوصفات الطبيعية الفعالة اللي مضمونة 1000000% وبحاجات طبيعية؟ يعني مش هقولك اشتري حاجة، اظن انت عندك الملح وكمان عندك معلقة الخل يا شيخة، ده لو اخر معلقة في الازازة والله هينفعوكي، بدل ما كنت هترميها بالشوية اللي فيها، لا هاتي الشوية دول وتعالي اقولك هنعمل بيهم ايه. ده انا هحللك اكبر مشكلة واجهتك السنة دي. ومش عاوزة منكم بقى غير دعوة حلوة كده بصلاح الحال، ونسمي الله ونصلي على الرسول ويلا بينا نشوف وصفتنا. واول حاجه بقى انا هحتاج يعني طبق يكون كبير، حله كبيره، المتوفر عندك هتستخدميه. وهاتيلي كده يعني شوفي حفنه، ديت حفنه ملح، لا هقولك معلقه ولا حاجه، هنمشي ببركه ربنا كده. وهنحتاج لكمان حفنه زي الحفنه دي من الملح. يبقى انا كده بضيف حفنتين، على فكره الحفنه دي اللي هي ما يعادل معلقه كبيره من الملح، حفنه اهي شايفه. يبقى انا ضفت كده ايه حفنتين من الملح، وهضيف عليهم كمان 2 كوبايتين من الميه دي انا جايباها من الحنفيه مباشر كده، تمام. يبقى ميه عاديه خالص من الحنفيه، ولا بارده ولا سخنه. يبقى انا ضفت حفنتين من الملح، وركزوا معايا كويس جدا في المكونات دي، عليهم 2 كوبايتين من الميه، اي كوبايه انت بتستخدميها، تمام. وعليهم كمان غالية مية على طول في الكتل او في اي حاجة عندك، او لو عندك مية مغلية على طول انزلي عليهم بقى ب3 معالق كبار من المية المغلية. يبقى حفنتين 2 من الملح، وعليهم 2 كوبايتين مية عادية خالص من الحنفية، و3 كوبايات من المية المغلية، تمام كده. تمام. هبدأ بقى ان انا بايدي، لا المية لسه سخنة، يبقى انا هجيب معلقة وابدا ان انا اقلب الملح ده، انا عاوزه الملح ده كله يختفي معايا. وخدي بالك اوعي تستقلي بنسب الميه، يعني ما تحطيش ميه وتقولي لا ده ميه وخلاص، لا، النسب دي مطلوبه ومهمه جدا جدا جدا. بعد كده بقى بقلبت خلاص اهو زي ما انتم شايفين الملح ده تماما. تعالي بقى معايا كده ونضيف الخل. مش انا وعدتك من الاول ان انت مش هتضيفي غير الملح والخل بس، انا هضيف معلقه واحده بس كده من الخل، شايفين حاجه كده، معلقه واحده من الخل، وارجع بقى واقلب تاني بالشكل ده. طيب احنا ايه بقى هنعالج بيها ايه؟ بصي بقى يا ستي، اكتر حاجه بتقابلنا في الشتاء ان يا اما عندنا تشرحات كده في ايدينا او تشققات في القدم. عارفه انت لو انت الشق عندك طوله ازيد من يعني 5 سنتي وحطيتي رجلك بس في الميه بالملح بالخل دي بس كده 10 دقايق، شوفي النتيجة قدامك. انا مش هقولك، انا عاوزاكي انت اللي تشرحي لي في التعليقات. ولو انت بقى رجليكي متبهدله قوي استخدميها ليلتين ورا بعض قبل النوم، وبعد ما تستخدمي الوصفه دي ادهني بقى، عندك فازلين ممكن تدهني، عندك زيت زيتون ممكن تدهني، عندك مرطب عادي ممكن تدهني، جايبه مرطب من الصيدليه ممكن تدهني، ما عندكيش حاجه خالص ما تدهنيش. بس اهم حاجه تجيبي كيس نايلون وتدخلي رجلك فيه، تمام كده. بعد ما سبتها في الميه السخنه دي نتيجة مش هقولك عليها، انا سايباكي انت اللي تقوليلي في التعليقات، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.